السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قناتي، قناة يوميات دينا عز. هعمل فيها روتينات واكلات، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناة في اللي اول مرة يتابعني. ان شاء الله قناة تانية للحلويات والتورت والجاتوهات، اسمها سروتينين كيك دينا عز. اما دي يوميات دينا عز. ان شاء الله كده نبتدي مع بعض ونقول بسم الله. هي قناة صغيرة بس ان شاء الله تكبر بيكم، وان شاء الله نكبر مع بعض كده وتكونوا سبب في ان تبقى القناة دي باب رزق ليا ولولادي. ان شاء الله باذن الله كده هنبتدي مع بعض الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. بعت بنتي الصبح كده تجيب لي النهارده كده روتين كامل كده من اول اليوم كده ان شاء الله. بقى كان عندي بلح فصصته عقبال بقى اما بنتي نزلت تجيب لي اللبن والفينو والبقسماط ده. عاوزه اقول لكم اللبن ده انا بجيبه مش من اللبان، انا بجيبه من واحده فلاحه بتقعد كل يوم تلات. اللبن بتاعها جميل جدا. هي الازازه دي كلها على بعضها كده كيلو ونص. الكيلو ونص كان عامل ب 55 جنيه. فبس لبنها حلو قوي قوي بصراحه، بستناها من الاسبوع للاسبوع. انا كده بقى كان مجمد، هي جايبهولي مجمد كده، فانا عشان اغليه بقى كله جبت المقص وقصيت الازازه كده اسهل ليا عن ما يفك كده وممكن يعني يروب مني او كده. فان انا وبعدين كنت مستعجله عليه. وبعدين بقى هعمل هنا بقى الفطار بتاعنا. كان الفطار ايه يا دينا؟ الفطار بيض بالبلح وكوبايه لبن كده حلوه، ويبقى الفطار بتاعنا خفيف كده وحلو. يدينا طاقه وباور كده ساعه الصبحيه كده عشان نبتدي نشوف شغلنا. النهارده كان اليوم بتاعي مسحوم، كان عندي تورتايه وكنت هعمل بقى الغدا للولاد، وكان عندي مواعين في الحوض برضو كده. فهتابعوني بقى لاخر الفيديو عشان تشوفوا تفاصيل اليوم بتاعي. هنا البنجر بتاعي برضو عملته عشان عندي انيميا شديده جدا، فالناس قالت لي ان البنجر حلو قوي، فانا غسلته كويس جدا البنجر وحطيته في الكزرولة دي وحطيته يغلي لحد ما يستوى. وبعد كده بسيبه يبرد بقى واشيل القشره، تبقى سهله ان انا اشيل القشره. وباكله بقى كده يعني اقشره، يعني اقطعه بالسكينه كده واكله كده. هنا بقى كنت مفصصه البلح وجبت كده معلقتين سمنه كده، كتري كتري كده ما تستخسريش خالص، عشان يعني الاكله دي عاوزه كده تبقى بضمير، تاكليها بضمير. احنا ما بناكلش الاكلات دي الا كل فين وفين، فاحنا نعمل الاكل اللي هو يتعمل بضمير. بعد كده اما سبته على النار شويه ان هو بحيث لاني كان جامد شويه، انا كنت بقشره بالسكينه. يعني البلح اللي هو الاسود ده، البلح الاسود بيبقى طري شويه، بس هو مجالي كان جاي يعني الحته البوزه اللي تحت دي بتبقى جامده شويه، فهو قشر من فوق عادي بس من تحت كنت بقشره بالسكينه. وبعدين بقى سبته على النار شويه كده مع معلقتين السمنه. انا حطيت معلقه سمنه وشويه زيت. وهنا اللبن بقى هيبتدي يغلي معايا، وبعدين اقفل عليه النار. وبعدين بقى اروح بقى هرساه كويس جدا. بعد بقى اروح قافله بس عشان اللبن ما يفرش مني، عشان كل قطره من اللبن خساره بصراحه، الواحد يعني بيشمها بصراحه. فربنا يعني يجعل القليل كتير في بيوتنا يا رب. هنا بقى باخد جزء بعد ما استوى وهرسته كويس جدا. بروح بقى شايله شويه كده، بحب اشيل شويه. ممكن اكله من غير بيض، وده اللي حصل فعلا في السهره. عملت كده شويه دول، رحت بقى كده مسخنه لي كده رغيف عيش ورحت بقى اكلتهم بصراحه. كان الفينو خلص، واروح بقى مطقشه بيضتين على الباقيين دول، واروح بقى سايباهم ما اقلبش فيهم ولا اي حاجه. عاوزه كده تبقى طبق. انا بوريكم الشويه اللي انا شلتهم هشيلهم بقى في التلاجة. والطبق بقى بعد ما تمسك كده تديني قرصه كده من تحت البيض، اروح بقى ابتدي مقلباه عشان انا مش عاوزاه صايص، فاهمني؟ بس قولوا بقى ورايا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تنسيش تحطي لي اللايك والاشتراك يا جماعه، مش هتخسروا حاجه. اعتبروها صدقه جاريه ليكم اما تدوسوا على اللايك، لان اللايك ده يعني كويس ليا، ان هو بيبقى بيرفع الفيديو في اليوتيوب. يعني مش هتخسروا حاجه. والله انا ما بتفرج على فيديو والله بقت خلاص بقت عاده عندي ان انا ادوس اللايك خلاص. يعني بقولها صدقه، اللايك ده مش هيزود ولا هينقص معايا. هنا بقى بجيب بقى الفينو ما شاء الله بنتي كانت جايبهولي صابح كده وجميل وحلو وكبير كده. طبعا الفينو غلي وكل حاجه غليت، بس الحمد لله ربنا يجعل القليل كتير ويجعل في القليل البركه ان شاء الله باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا اسمي دينا. القناة دي عندي ثقة في الله، يعني ان شاء الله ان هي تكبر. هي دلوقتي 7 مشتركين، فان شاء الله ربنا ييسر الحال وتكبر اكتر واكتر باذن الله. بس هي محتاجة، انا عارفة اني محتاجة صبر شوية. انا يعني عاوزة ابقى صريحة معاكم. انا كل ما اعمل قناة والله بتجيب يعني اوصل لل1000 واروح ما كملهاش، اروح انا اللي قافلاها اعمل قناة جديدة. ليه بقى يا بنات؟ هقول لكم ليه، ابقى صريحة معاكم.
انا القناه دي انا مش معرفه، يعني بصوا يعني مش عارفه انتوا هتضحكوا عليا ولا ايه، انا مش عارفه. انا مش معرفه حد بيها خالص من قرايبي، فانا ما حبيتش. هم مش ما بيتمنوش الخير. بحس اما حد بيعرف حاجه، بحس ان انا محلك سر، بحس ان انا مش قادره اقوم، بحس ان عندي طاقه سلبيه. ما اعرفش، انا نفسي اغير الاسلوب ده، ان انا ابقى يعني ما يهمنيش يعني انا عندي ثقه بالله وعندي ايمان بالله، وعارفه ان كل باذن الله وبايد ربنا. هنا بقى بعد ما خلصنا الفطار بوريكم بقى شكل المطبخ عامل ازاي كده، لاني كان معايا سبونج كنت عاملاه، عملته ولسه بقى هزينه. وبعد ما خلصت بقى المطبخ وشطبته كده، انا هنا بقى معايا الجرجير. كنت انا بقى نزلت السوق بقى بعد ما فطرت، رحت نازله السوق، وبعد يعني بعد ما فطرت عملت السبونج، وبعدين صبنت المواعين ونزلت السوق، وجيت بقى ايه، جبت المشتريات بتاعتي. معايا فلفل الوان، معايا بنجر، معايا ليمون، معايا جبت المكرونه دي جميله قوي شكلها حلو جدا. طبعا انا كان عندي بنجر كنت سلقاه وجبت بنجر تاني يعني. ومعايا كنت برضو نزلت جبت عيش، ما كانش عندي عيش فجبت عيش صابح كده، يعني لسه العيش ده كنت جايباه. هعمل بقى الغدا معاكم عشان نبتدي كده بقى مع بعض الغدا. انا دي ربع كيلو لحمه. كتري بقى بصل عشان ايه العدد الافراد عندي احنا 4، فاحنا عاوزين بقى ايه كده ناكل مش سندوتش وخلاص، يعني ناكل كده، عاوزين ناكل حواوشي. فاحنا بقى عشان الربع كيلو كده مش هيكفي معانا، فاحنا ايه نكتر بصل ونكتر خضروات، نجيب بقى فلفل الوان وفلفل اخضر وملح وفلفل اسمر وكمون. ومعايا هنا كنت جايبه ب5 جنيه من السوق برضو بهارات اللي هي توابل اللي هي بتاعت الحواوشي، تقولوا له كده توابل الحواوشي بتفرق معايا جامد قوي، فرقت معايا. عاوزه اقول لكم ان الحواوشي ده كان احلى من كل مره ما انا بعمله بصراحه. فتدعكي بقى، ادعكي براحتك بقى على قد ما تقدري لحد ما تهرسيها وتخليها كده ايه زي عجينه كده مفتله بس. وبعدين بقى ايه تحطي الخضروات بتاعتك بقى، اي خضروات، قرن فلفل كده حامي برضو تحطيه. يعني اللحمه غاليه، فاحنا بقى نكتر بقى بصل وخضروات عشان ايه نكتر الكميه معايا. عايزه ارجع لكم تاني اللي انا كنت بقوله. فانا بصراحه انا معتمده على الناس اللي هتخش تشترك عندي، انا مش معتمده على حد من قرايبي، حتى لدرجه انا مش يعني مش معرفه حد خالص بصراحه، من اهلي من عيلتي من اخواتي، من هم عارفين ان انا فاتحه قناه بس مش قايله لهم على اسمها بصراحه. عارفه ان في يوم من الايام ممكن يعرفوها، بس بقول ان شاء الله يمكن ما تتيسر شويه. فانا عشمي في ربنا وفيكم اني القناه تكبر بالناس اللي يعني الناس اللي بره. يعني ادعموني باشتراك، ادعموني بلايك، بكلمه حلوه، بكومنت حلو. انا عارفه ان الموضوع هيطول جامد، عارفه ان كل ما انزل فيديو مش سهل عليا ان حد يعمل لي لايك، انا عارفه ان الموضوع صعب شويه. فانا ببتدي من البدايه وان شاء الله القناه تكبر باذن الله. هنا بقى بعد ما ايه بصوا بقى انا بحاول بقتصد كده قبضه يد كده من اللحمه، واروح ايه الرغيف حلو كبير حلو كده، فانا ايه قبضه يد كده من اللحمه واروح ايه فرداها جوه العيش. وطبعا معلقتين سمنه كده حلوه برضو فرقت معايا برضو في رغيف العيش، بتطري لي العيش ما تخلوش ناشف لما يخش الفرن ويخرج، وبتدي له كده ايه لون محمر كده حلو، هتشوفوه ان شاء الله في الاخر يعني. صلوا على النبي يا بنات، وما تنسوش تعملوا لي اللايك والاشتراك. هنا بقى عمل لي كام رغيف، عمل لي 6 رغيفه. الربع كيلو دول عمل لي 6 رغيفه، بس الرغيف كده كبير حلو، فاهمين؟ بس كل بقى ايه انا بعدهم اهو، بس اشيل بقى الباقي. كان عندي عشم ان انا اعمل الاثنين التانيين دول بس ما كفاش بصراحه، عشان برضو ايه املى الرغيف كده يبقى مليان كده حلو، ما يبقاش فاضي اللي ياكل ما يلاقيه ناشف كده، لا. انا برضو عايزه برضو الرغيف اللي ياكل والله كان طعمه وهم تحفه بصراحه، والله العظيم الحمد لله طلع، الحمد لله والشكر لك يا رب، طلع طعمه جميل الحمد لله. هنا بقى 6 رغيفه، الله اكبر الله اعظم. ورجعت لكم تاني بعد الاذان. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. زي ما انتم شايفين كده جبت الصاجه دي، الصاج ده اللي بعمل فيه الاسبونج، جبته ودهنته بالسمنه برده، وحطيت رصيت عليه الرغفه العيش اللي هو الحواوشي، ورحت بقى مدخلاه الفرن. عاوزه اقول لكم بقى ان انا كان عندي كام حبه جوافه كده برده، ورحت عاملاهم عصير لان ولادي بيحبوا يبلعوا مع الاكل بصراحه. طبعا مع الحواوشي كده عملت صلصه للمكرونه عشان اعمل شويه من المكرونه، ما خدتش النص كيلو كله المكرونه، خدت شويه كده زي ما انتم شايفينها كده، لان انا عامله عيش وكده يعني ايه نعمل كده لو كل واحد هياخد مثلا رغيفين حواوشي شويه مكرونه كده جنبهم، ويبقى كده جبرت قوي الحمد لله، يبقى ايه غدوه حلوه كده.
المكرونه بعملها تحفه تحفه تحفه. عاوزه اقول لكم ان ابني بيقول لي انت بقت المكرونه بتاعتك بقت وهم، بقت جات لك كده هبده منك، مش عارفه بيقولها لي ايه، بيقول لي ايه بقت هبده منك كده، بقت تيجي كده معاكي كده ما تعرفيش ولا ايه. فعاوزه اقول لكم على طريقتها ان شاء الله في يوم كده بعملها معاكم. وهنا بقى بعد ما ايه عملت بقى التورتايه بتاعتي، ان شاء الله التورتايه دي تشوفوا طريقتها على قناه سيروتونين كيك دينا عز. ان شاء الله القناه دي فيها تورت وجاتوهات وحلويات ان شاء الله. خشوا كده لو انتوا حابين عندكم عيد ميلاد اي مناسبه، حابه ان انت تعملي وتتعلمي، ان شاء الله القناه دي هتفيدك جامد قوي بطريقه سهله وحلوه التورت اللي فيها. هنا بقى ايه بقلب كده الرغيفه، وبعد ما خلصتها بروح بقى ايه اسماها، لاني بحب الرغيف كده يتقسم نصين، بيبقى سهل في الاكل عن ما بتمسكي كده الرغيف كبير فبحس كبير كده يعني ايه، ما اعرفش انا بحب الطريقه دي ان انا اقسم الرغيف الحواوشي كده، وبحس ان بيرمي معايا اكتر، يعني هو نفس العدد بس بحس ان بيرمي معايا اكتر، مش عارفه ليه. بدل ما تدي مثلا يعني حد مثلا رغيف واحد رغيف حواوشي، لا انت مثلا بتديله رغيف ونص زياده، يعني احنا مثلا كل واحد واخد 3 تنصاص، 3 تنصاص حلو قوي يعني. ف وتقريبا فوت كمان ادي كده 3 كل واحد 3 تنصاص حلو قوي. شويه مكرونه، اللهم لك الحمد، اللهم ديمها علينا نعمه يا رب. عايزه اقول لكم المكرونه بتاعتي وهم معرفش جميله بصراحه، بقيت اعملها بصراحه بقت حلوه جدا، وبقيت احب اعملها في كل اكله لان طعمها جميل جدا. وهقول لكم كده على تركايه ان شاء الله اما اجي اعمل لكم المكرونه بتخلي المكرونه طعمها حلو، اي بقى نوع من المكرونات. هنا بقى كده بصب العصير الجوافه برضو كنت عاملاه حلو، كان عندي شويه لبن، بحب بعمل الجوافه او اعمل عصير الليمون بلبن بصراحه، حبه لبن صغيرين مع ميه، وبحط بقى والسكر بتاعي واظبطه واضربهم في الخلاط واسقعهم كده تسقيعه حلوه. يلا يا حبايب قايمين ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك للي اول مره يتابعني، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامه.